فهران الصديد أحد شيوخ عشائر شمر في العراق. مساء الخير شيخ فهران، مرحبا بك معنا. بداية، كيف تعلق على قدرة تنظيم الدولة على الاستمرار في هذه الأعمال العسكرية على الرغم من كل هذا الجهد العسكري المحلي والدولي الذي يشن ضده على مدى 3 أشهر الآن؟ أولا مساء الخير أخ مهند، تحية لك وتحية للضيف وتحية إلى متابعي قناة سكاي نيوز. يا سيدي الكريم، أنه الإشكالية اللي عندنا في العراق أنه لا يريدون أن يعترفوا بالفشل، وهذه هي قمة الكارثة اللي تحل في العراق. الجيش مهزوز معنويا، الجيش غير مهني، الجيش لا يملك استراتيجية، لا يملك خطط عسكرية لعدم وجود كفاءات على رأس هذه المؤسسة العسكرية. القوات التحالف كما تفضلت هي الطلعات التي تقوم بها، أنا أشبهها بطلعات استعراضية أكثر مما هي طلعات عسكرية. الجيش منهار نفسيا، الجيش لا يمتلك القدرة والتحرك كما تمتلكه داعش. عليهم أن يعترفوا بهذا الأمر. داعش تتحرك أسرع وأكثر قدرة وأكثر تخطيط وأكثر تكتيك من القوات الموجودة على الأرض، ولهذا نراها تتحرك من الأنبار إلى نينوى، إلى كركوك، إلى ديالى، ووفق خطط عسكرية تنم عن وجود كفاءات عالية في هذا التنظيم تستطيع أن تباغت القوات العراقية في أي وقت وهي تمتلك زمام الأمور. وتحول الأمر من الجيش العراقي من الجيش المقاتل إلى الجيش المدافع، وبدأ يستنجد في القبائل، وهذه أيضا من الأخطاء الأخرى الجسيمة. إذا كان العسكري المهني الذي يمتلك القدرة والخبرة لا يستطيع التعامل مع داعش، فكيف يتم الزج بأبناء القبائل في هذه المعركة التي لا يستطيعون مجاراة هذا التنظيم الذي يمتلك من الكفاءات حسب ما نراه على الساحة ومن تحركاته ومباغتاته لعملياته وسيطرته على كثير من المناطق، وهو الذي يحدد الوقت، وهو الذي يحدد الساعة، وهو اللي يحدد المنطقة، وهو اللي يحدد التحرك، عكس ما نراه في قواتنا للأسف الشديد، قواتنا العسكرية التي لا تمتلك التخطيط ولا تمتلك المبادرة ولا تمتلك زمام الأمور، بل أصبحت بموقع مدافع أكثر مما هي موقع مهاجم. شيخ فهران، كيف تفسر عدم تعرض الكثير من الأهداف أو المواقع التابعة لتنظيم الدولة في الأنبار تحديدا لهذه الغارات؟ هذه الغارات من النادر حسب ما نسمع على الأقل أن تكون مستهدفة في محافظة الأنبار. لماذا برأيك؟ هذا السؤال طرح كثيرا استاذ مهند، وطرح من قبل ايضا ابناء المناطق في هذه المحافظات، انه لماذا نجد ان الطيران يقوم بقصف اهداف مدنية وعوائل، ونفس الوقت هناك اهداف لداعش واضحة المعالم والمكان ومعروفة لدى ابناء المنطقة. هذا سؤال وعلامة استفهام كبيرة جدا. هل هو نقص استخباري؟ هل هو عدم القدرة الوصول إلى هذه الأهداف؟ أم هو خيار متعمد من قبل الطيران سواء العراقي أو الطيران الدولي؟ هذه أسئلة الحقيقة كل يوم نواجهها، أنه لماذا لا تقصف المواقع الحيوية إلى تنظيم الداعش؟ ولماذا نجد أنه كل يوم شهداء يسقطون من المواطنين على بيوت المواطنين وعلى منازلهم وعلى محلاتهم وعلى مقتدراتهم، وفي الوقت الذي نرى فيه داعش تسيد وتميد وتسرح وتمرح وتتحرك بكل حرية من مكان إلى آخر؟ هذا سؤال يجب أن يطرح على مستوى عالمي ودولي، أنه ما الذي يحصل؟ أين هذه الطلعات التي يوميا نسمع عنها؟ وأين هذه الطائرات والقوات ال40 دولة؟ هذا الأمر طيب العفو، هذا الأمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تساؤل. طيب